front. We got paranormal. السلام عليكم يا أصحاب السراب، أتمنى أن تكونوا بخير وفي حالة جيدة. من الامرأة التي كانت لوحدها في المنزل فحصل لها شيء مرعب، إلى الشيء المخيف الذي صورته كاميرا المراقبة. سنقدم لكم في هذه الحلقة مشاهد لأشياء مرعبة صورتها الكاميرا ولم يجدوا لها تفسيرا، فلنبدأ على بركة الله. يعود هذا الفيديو لشهر يوليو سنة 2025، وقد صورته كاميرا مراقبة داخل إحدى المنازل. الرجل الذي نشر الفيديو يقول بأن لديه كاميرا مستشعرة للحركة في غرفة المعيشة، ولا تصور حتى يمر شخص ما من أمامها. لكن في هذا اليوم عندما كان الرجل في العمل وصله تنبيه من الكاميرا عن شخص ما يتحرك داخل المنزل. بدأت الكاميرا في التصوير رغم أنه لا يوجد أي شخص، وبعد بضع دقائق ظهر الكلب الخاص بالرجل وبدأ يتصرف بشكل غريب. لكن ما حصل بعد ذلك كان مرعبا لحد كبير، فلنشاهد التسجيل. شاهد الفيديو مرة أخرى ودقق النظر جيدا. من الصعب جدا رؤيته في الوهلة الأولى، لكن عند توضيح الصورة أكثر يمكن ملاحظة بأن الطوق الذي كان في عنق الكلب قد تم سحبه بقوة من طرف كيان غير مرئي. يقول الرجل بأن ذلك الطوق مغلق بإحكام، ومن المستحيل أن يسقط لوحدها أو حتى سحبه باليد بسهولة.
إلا إذا تم فتح قفل الشريط يدويا. يقول الرجل بأنه بعد هذا اليوم لم يعد كلبه كما كان، وبدأت حالته تسوء بشكل غريب، ويعتقد بأن المنزل صار مسكونا بكيان خفي يحاول إخافة الكلب. فما رأيكم؟ Look right here. Right here. Look. Look, watch. What is that? الفيديو المرعب التالي صورته كاميرا مراقبة داخل متجر لبيع الملابس. صاحب الفيديو هو شخص يدعى دون يعمل كحارس أمن في هذا المركز التجاري. وفي هذا اليوم وبينما كان يراقب ما تصوره الكاميرا، اشتبه في أن رجلا ينوي سرقة الملابس، فحمل هاتفه وبدأ في تصويرها. للإشارة فهذا الفيديو يعود لسنة 2014، لكنه لا زال يخيف دون ليومنا هذا. فلنشاهد التسجيل. Look right here. Right here. Look. Look, watch. What is that? What is that? And it's just gone, bro. It's there, and now it's not, bro. What is that? Bruh. What is that? What is that? And then it's just gone. Bruh. What is that? One more time. Bruh. What is that? What is that? شيء ما كان يظهر قرب رجل الرجل ثم يختفي في لمح البصر. قد يقول البعض بأن هذا ليس سوى كيس تسوق موضوع في الأرض، لكن إن كان كذلك فكيف يظهر ويختفي فجأة بهذا الشكل؟ العديد من المشاهدين قالوا بأنه عند تقريب الصورة يبدو ذلك الشيء كمخلوق صغير بوجه وملامح مرعبة. It's there, and now it's not. It's there, and now it's not, bro. What is that? لحد الآن لم يجد دون تفسيرا لما ظهر، وفي الآخر أود معرفة رأيكم وتفسيراتكم حول ما ظهر في هذا الفيديو الغريب. ¿Qué hay? ¿Qué pasó? Ven, amor. Ven, amor. الفيديو المرعب التالي نشرته امرأة تدعى غابي. هذه الامرأة تنشر في حسابها فيديوهات للحياة اليومية لطفلتها الوحيدة ريجينا، حيث تحب طفلتها لحد كبير ولديها مكانة خاصة. فقبل ولادتها مرت غابي بالعديد من محاولات الإنجاب لسنوات عديدة، والتي انتهت كلها بالفشل. لذلك تعتبر ولادة طفلتها ريجينا بمثابة معجزة. لكن من بين كل الفيديوهات كانت هناك بعض المقاطع التي جعلت المشاهدين في حيرة. بدأت القصة في هذه الليلة عندما كانت غابي تصور ريجينا وهي تلعب.
تقول غابي بأن ريجينا تذهب عدة مرات للرواق وتبقى لوقت طويل وهي تحدق في نهاية الممر، لكن الغريب أن هذا استمر لعدة سنوات، فلا زالت ريجينا تقف في الرواق وتحدق إليه لوقت طويل دون سبب واضح. Vámonos ya. Vente, mi amor. Vente. Vamos a... كانت تتصرف كما لو أنها تتحدث مع أحد ما في الرواق وترسل إليه دائما القبل وتلعب معه كما لو أن هناك شخصا ما تراه هي لوحدها. قال الكثير من المشاهدين بأن ريجينا تتخيل صديقا افتراضيا وتلعب معه، لكن الأم لا تعتقد ذلك لأنها صورت مؤخرا هذا الشيء. ¿Qué pasó? Ay, Dios, ahora sí me asusté. ¿Qué pasó? Ay, Richie. Mira, apunta para allá. ¿Qué, mi amor? Vámonos. ¿Qué, mi amor? ¿Qué hay? ¿Qué pasó? Ven, amor. Ven, amorcito, vente. Venga, mi niña. It's okay. على عكس المرات السابقة بدأت ريجينا تتصرف بشكل مختلف، وكانت تبدو مرعوبة تماما وكأنها ترى شيئا مخيفا في الرواق. لم تفهم الأم السبب، لكن في هذه الليلة وبينما كانت تصور طفلتها التقطت الكاميرا بالصدفة شيئا مرعبا تقشعر له الأبدان. فلنشاهد التسجيل. Día número 19, intentando que mi niña duerma sola en su camita. شاهد الفيديو مرة أخرى ودقق النظر جيدا. لم تنتبه غابي لظهور ذلك الشيء وقامت بنشر الفيديو بشكل عادي، لكن بعد ذلك لاحظ بعض المشاهدين ظهور مخلوق أسود بالكامل مر بسرعة خاطفة داخل خزانة الملابس، وعندما أعادت غابي مشاهدة الفيديو أصيبت بالذعر عند رؤيتها لذلك المخلوق، خصوصا وأنها كانت هي وطفلتها فقط لوحدهما في المنزل. وما زاد الأمر رعبا وغموضا أنه لا توجد مساحة كافية داخل الخزانة ليتحرك فيها أحد بتلك السرعة. بعد يومين وبينما كان لوحدهما في المنزل بدأت ريجينا تتصرف مرة أخرى بشكل غريب، وبينما كانت غابي تصورها التقطت الكاميرا مرة أخرى شيئا مرعبا. في انعكاس الزجاج ظهر مخلوق آخر مر أمام التلفاز في المكان الذي تقف فيه الامرأة.
بعد ذلك اختفى. والغريب أن لا غابي ولا ابنتها رأي ذلك المخلوق. يعتقد بأن المخلوق الذي ظهر هو من أصبح يخيف الطفل، وهو من يظهر لها في الرواق. وتعتقد الامرأة بأن منزلها صار مسكونا. فما رأيكم؟